في اعتقاد غلط عندنا عن مفهوم السينيور، وهو ان في ناس كتير جدا بتحسبها بعدد السنين. انا بقى لي 4 سنين في المجال او 5 سنين فانا كده بقيت سينيور. اللي ما بناخدش بالنا منه ان السينيور الخبرة بتاعته بتنقسم لحاجتين. اول حاجة المسؤوليات اللي عليه، ويمكن دي بتيجي قبل التكنيكال كمان. هنتكلم من اول المانجيريال ليفل، يبقى عارف ازاي بيتكلم معاهم، بيبقى عارف ازاي يديهم التقارير اللي محتاجين يشوفوها او يسمعوها. في نفس الوقت يبقى عارف اللغة بتاعت التيم بتاعه، عارف ازاي بيتكلم مع كل فرد من افراد التيم، عارف شخصية كل واحد. لان مش كل الناس زي بعضها، ما ينفعش اعمل الناس كلها زي بعضها، ده هيأثر على الشغل وهيأثر على الجودة بتاعت الشغل كمان اللي بتطلع. فلازم أبقى فاهم كويس جدا كل واحد انا بتعامل معاه ازاي. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت تبقى عارف اللغة بتاعت المديرين بتوعك، وفي نفس الوقت عارف اللغة بتاعت التيم اللي انت بتشتغل معاه، ولازم يبقوا مطمنين لوجودك. الحاجة اللي بعد كده، ودي من ضمن الحاجات اللي بتميز فعلا السينيورز جدا، وهي ان هو بيعرف يعمل بوش باك، او ان هو يراجع او يأجل بعض الفيتشرز اللي ممكن تأثر على جودة المشروع. يعني مثلا احنا دلوقتي شغالين على مشروع هيطلع بعد اسبوعين، ما ينفعش اجي في الوقت ده اضيف حاجات جديدة واقول ان هي لازم تبقى مستعجلة وان هي لازم تطلع. ساعتها لازم نقعد مع بعض كتيم، او ان هو يبقى قاعد مع البروجكت مانجر مثلا، ويتفق ايه الحاجات اللي ممكن فعلا تطلع عشان هي ايرجنت، والحاجات اللي ممكن نأجلها في الريليز التانية بعد كده. فالموضوع ما بيتبصش عليه كتكنيكال بس، على قد ما هو لازم ابقى برضو واخد بالي من فكرة التسليم والتيم هيلحق ولا لأ. وفي نفس الوقت كمانجر لازم احقق له برضو جزء من اللي هو عايزه، طالما هو في المسموح وحاجه فعلا ايرجنت لازم تتضاف. الجزء التاني اللي عايزين نتكلم عنه هو الجزء التكنيكال، بمعنى ان هو بيبقى عارف كويس جدا ايه الحاجات اللي محتاجها. انا دلوقتي لو بادئ مجال هبقى مش عارف انا بذاكر ايه وبذاكر ده ليه اصلا، بس عشان سمعت الناس بتقول كده فبذاكره. الفرق بقى ان هو بيكون عدى بالتجارب دي، وبيبقى عدى بخبرات كتير خليته فعلا عارف هو ايه اللي المفروض يذاكره، ايه اللي ممكن يعمل له سكيب دلوقتي. خصوصا كمان مع المجالات او مع التولز الكتير او اللي بتطلع دلوقتي، مش كل حاجه بيجري وراها. بيبقى عارف ايه اللي هيخدم هدفه من الاخر، ايه اللي هيخليه فعلا يوصل لليفل كويس. يعني بيعرف يفلتر الحاجات اللي بيذاكرها، وبيعرف يشوف ايه اللي هيخدمه فعلا في الحته بتاعته. من ضمن الحاجات اللي بتفرق كتير قوي برضو ان هو بيبقى عارف تكنولوجيز كتير، حتى لو هو مش متخصص فيها قوي، بس يبقى عارف امتى هيختار التكنولوجي دي، امتى هيقول لا دي مش محتاجينها، حتى لو هي دي الترند عليها. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي حصل عليها جدل كبير قوي السنين اللي فاتت المايكرو سيرفيس، ناس كتير جدا اشتغلت بيها ولقت ان فعلا مش محتاجينها، عملت لود كبير قوي على التيم، سواء بقى في الديفلوبمنت او في الديبلويمنت ايا كان. فشطارته والمهارة بتاعته هي اللي بتحكم وبتقول ايه التكنولوجي اللي يستخدمها، وايه اللي ممكن يأجله او ان هو ممكن ما يستخدموش خالص. في نهاية اي مشروع برضو لازم يبقى عارف كويس هيسلم المشروع ازاي، ودي من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تخلي المشروع يظهر بشكل كويس جدا، او العكس للأسف. ان انت تبقى عامل مجهود كبير جدا وتبقى عامل شغل حلو قوي انت والتيم بتاعك، بس تيجي تسلم الشغل او المشروع بشكل ما يليقش بالمجهود اللي انتوا عملتوه. يعني دوكيومنتيشن مش واضحه، مثلا ما بيبقاش عارف يعلم الناس اللي هتشتغل على السيستم ده ازاي، ما بيبقاش فيه جايد واضحه. يعني الحاجات دي او التقفيل او التفنيش زي ما بنقول لازم يبقى عامله بطريقه كويسه بالاتفاق مع التيم، ويبقى عارف كل واحد هيبقى دوره ايه في التقفيل ده. لان اصعب حاجه في المشروع هو ان انت لما تيجي تسلمه للعميل، انت طول ما انت شغال في الديفلوبمنت فانت وزن التيم بتاعك، فاللي ما عملتوش النهارده بتعمله بكره عادي وبنهندل ده. لكن لما تيجي تسلم المشروع للعميل زي ما كنا بنقول لازم تبقى باصص بالنظره بتاعت العميل، لازم تبقى فاهم هو بيفكر في ايه، التيم بتاع العميل هيتعلم السيستم ده ازاي، كل ده لازم تبقى مجهزه بحيث ان انت تسلم المشروع ده بشكل كويس يعكس فعلا المجهود اللي اتعمل في المشروع. لو عايزك تخرج بفكره واحده بس من الفيديو ده، فهي ان السينيورتي ليفل هي مايند سيت، هي مسؤوليات لازم تبقى عارفها، مش مجرد تشيك ليست انت بتعلم عليها كده وخلاص او حاجات بتذاكرها. لا، هي بتبقى تجارب وخبرات كتير جدا اتراكمت مع بعضها وفعلا وصلتك للليفل ده اللي تخليك تعرف تتعامل مع التيم بتاعك ومع المديرين في نفس الوقت، ويبقوا مطمنين لوجودك.